السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم دكتورة أسماء أبو زيد. الفيديو ده هيتكلم عن الجزء الأول من شرح وحل أسئلة موديول الباوربوينت تحول رقمي إنجليزي تحديث 2025. قبل ما نبدأ في التفاصيل بتاعة الباوربوينت، في مقدمة بسيطة بتقولي إن الباوربوينت is a presentation program created by Robert Juskin and Denise. يعني هو ده اللي قائم على الباوربوينت، أو تم إنشاء الباوربوينت من خلاله، والكلام ده كان في إبريل 1987. تمام. طب بيقول لي في بعض القوانين اللي انا لو التزمت بيها هقدر اعمل برزنتيشن كويسه. ايه هي؟ اول حاجه لاين شيب والفونت سايز والايمج. طبعا لو اخدنا بالنا ان الحاجات دي كلها ليها علاقه بالديزاين، لان اصلا الباوربوينت هو عباره عن عرض تقديمي، فمهم ان انا اخلي بالي من الديزاين. فاول حاجه بيقول لي ان اللاين شيب شكل الخط. بيقول لي ايه؟ avoid using fonts with similar letters، يعني اتجنب ان انا استخدم خطوط عندها نفس حروف. طب بيقول لي avoid fine fonts، يعني اتجنب استخدام الخطوط الرفيعه في الكتابه بتاعتي. رقم 2 الفونت سايز. preferable to use a size 48 font for the title، يعني انا لو عايزه اعمل عنوان يبقى يفضل استخدم السايز اللي هو 48. وبرده بيقول لي preferable that the minimum font size for text is 24، يبقى اذا العنوان السايز بتاعه يفضل 48. الحجم الخط اللي هستخدمه في التكست نفسه، يعني في المحتوى، بقيه المحتوى، يفضل انه يكون 24. رقم 3 يقول لي الإيمج is avoid placing an image that is the same as the background of the slide. يعني أنا دلوقتي الخلفية بتاعة الشريحة ساعات بتبقى صورة، فلو هي صورة يبقى أتجنب استخدام نفس الصورة في نفس الشريحة، يعني ما احطش صورة لها نفس الخلفية بتاعة أصلا خلفية الشريحة. كمان بيقول لي avoid using too many colors or pictures، يعني كل ما كان البرزنتيشن بتاعتي أقل فيها الألوان والصور كل ما كانت مؤثرة أكتر وكانت منمقة. كل ما كتر الكالرز والبيكتشرز دي من الحاجات الغير مفضلة خالص في البرزنتيشن. بيقول لي avoid mixing drawing images with photographs. دي كانت التعليمات اللي انا التزمت بيها هقدر اعمل ديزاين للبرزنتيشن محترم وهبعد عن التشوش. في سؤال جه على الجزئية البسيطة دي يقول لي ايه؟ The best practice for using picture in presentation to ensure audience appeal to avoid too many pictures، يعني أفضل ممارسة لاستخدام الصور في العرض التقديمي لضمان جاذبية الجمهور هي تجنب الكثير من الصور. طبعا احنا قلنا كل ما كترت صور كل ما كترت ألوان، دي ما كانتش حاجة كويسة، فالإجابة طبعا هتكون true. السؤال التاني يقول لي the best practice for using a picture in presentation to ensure audience appeal is to avoid a picture. اللي انا هنا بيقول لي يعني الممارسه الصحيحه لاستخدام الصور، انا ما استخدمش صور اصلا في البرزنتيشن. طبعا اجابه غلط، لا انا هستخدم صور علشان اقدر اوضح العرض التقديمي بتاعي بصوره شيقه، وبرده توفر كتير عليا من ان انا اكتب كلام وتكست، ولكن ما اكترش صور. فاذا الصور مهمه ما ينفعش اتجنبها من الاصل. طب يقول لي السؤال رقم 3 it is best to avoid mixing drawing images with photographs. طبعا احنا لسه قايلين دي. طبعا يفضل تجنب خلط الصور المرسومه مع الصور الفوتوغرافيه. الاجابه هتكون true، اجابه صحيحه. دي كانت مقدمة وعليها بعض الأسئلة البسيطة. دلوقتي هنتكلم عن واجهة الباوربوينت. أول ما أفتح برنامج الباوربوينت هي دي الواجهة اللي بتظهر لي. تمام. بيقول لي اصلا عشان افتح الباوربوينت هعمل ايه؟ في ويندوز 10 الكمبيوترات او الاجهزه اللي عليها ويندوز 10 ممكن من خلال ادوس على ويندوز كي، يعني في لوحه المفاتيح في بوتون، يعني في زر مرسوم عليه علامه الويندوز ده. اول ما ادوس عليه بيبتدي يفتح لي قائمه فيها كل برامج الويندوز، منها الوورد والاكسل والباوربوينت وكل برامج الويندوز الموجوده على الجهاز. فاول ما ادوس على الزرار ده يظهر لي القائمه، اختار منها باوربوينت. دي كده اول طريقه لفتح برنامج الباوربوينت، او ممكن من خلال قائمه ستارت. تمام. طب اذا في عندي كذا طريقه، ولكن بيقول لي هنا المعلومه ان في ويندوز 10 لو دوست على ويندوز كي الموجود في الكيبورد هقدر افتح برنامج الباوربوينت. طب خلاص انا فتحت البرنامج، ظهرت لي الواجهه دي. واجهه البرنامج بتتكون من ايه؟ بتتكون اول حاجه من التايتل بار اللي هو شريط العنوان. بعد كده يليه الريبون دي عبارة عن شريط فيه مجموعة من القوائم. بعد كده عندي رقم 3 اللي هي السلايد، دي الشريحة اللي أنا هبتدي أشتغل عليها. رقم 4 ده جزء اسمه سلايدز، يبقى خلي بالي من كلمة سلايد وسلايدز. سلايد مفرد يبقى شريحة اللي أنا هشتغل عليها، أما سلايدز جمع يبقى دي الجزء المخصص بالشرايح. كل الشرايح اللي أنا هضيفها هتظهر لي في الجزء ده. طب بعد كده رقم 5 بيقول لي نوت بان،
دي الجزء اللي بقدر اكتب فيه الملاحظات. طبعا جزء الملاحظات ده ما مش بيبان خالص في العرض، يعني لما اجي اعرض البرزنتيشن والناس تبتدي تشوف البرزنتيشن بتاعتي بتشوف كل حاجه ما عدا الجزء بتاع النوت بان، دي بس بتظهر للشخص المتحدث او الملقي للبرزنتيشن. وعندي رقم 6 اللي اسمها الستيتس بار، اللي هو شريط الحاله، من خلاله اقدر اعرف معلومات الملف اللي انا شغاله عليه، مثلا من عدد السلايدات وعدد الحروف والحجم بتاع الملف وكل معلومات انا محتاجاها. بيقول لي هنا تعريفات بسيطه لكل جزء احنا قلناه، هنقراها سريعا. يقول لي the title bar هو that includes the title of the open view. PowerPoint gives it a default name presentation 1، يعني هي بتحتوي على عنوان الملف اللي انا شغاله عليه، وانا لو ما سميتش الملف من البدايه هو الباوربوينت لوحده هيديله اسم presentation 1. رقم 2 الجزء الثاني اللي احنا اتكلمنا عليه اللي هو اسمه الريبون. It consists of several tabs، يعني في العديد من علامات التبويب، واحنا دلوقتي هنتطرق لكل تبويبه على حده. رقم 3 السلايد in which the element that make up، يعني هي فيها الشريحه اللي انا هبتدي احط فيها العناصر واظبط البرزنتيشن. طب رقم 4 سلايدز، وقلنا جمع يبقى هو الجزء الخاص بالشرائح، يبقى the slides are displayed in the form of some panels، يعني الجزء اللي انا هيظهر فيه الشرايح اللي انا اضفتها في البرزنتيشن بس بشكل مصغر. رقم 5 نوتس بان، طبعا ده الجزء بتاع الملاحظات. the commenter can enter، يعني المعلق هو اللي هيقدر يبتدي يضيف في الملاحظات بتاعته، هو الوحيد اللي هتظهر له عشان يقرأها. رقم 6 status bar which gives the information about the presentation، يعني هي اللي بتدي معلومات حول العرض التقديمي من حيث عدد الصفحات وعدد الحروف ومعلومات تانية. نشوف بقى الأسئلة اللي جت على الجزء ده. يقول لي from one of the ways to create a presentation press the Windows key، من طبعا الناس اللي عندها Windows 10 and then choose PowerPoint. طبعا الإجابة صحيحة، دي واحدة من طرق فتح برنامج الباوربوينت. دلوقتي أنا اتعرفت خلاص على واجهة الباوربوينت، أبتدي بقى أشتغل على الجزء الخاص بالإيه الريبون اللي هو شريط التبويبات. طب انا عندي في البرنامج الباوربوينت قائمه واحده اسمها قائمه فايل، وعندي 8 تبويبات، 8 تبويبات بالترتيب. عندي اول تبويبه هوم، بعد كده انسرت وديزاين وترانزيشن وانيميشن وسلايد شو وريفيو وفيو. تمام، احنا دلوقتي هنبتدي بقائمه فايل. طبعا قائمه فايل فيها بعض الحاجات اللي هي اصلا ثابته في جميع برامج الويندوز، زي سيف وسيف از واوبن وبرنت ونيو، كل الحاجات دي ثابته في كل برامج الايه الويندوز، سواء الوورد او الاكسل او الباوربوينت او اي برنامج تاني. تمام، فاذا احنا هنا هنمشي سريعا على الحاجات دي، ولكن مش هنتطرق ليها بالتفصيل. هناخد ايه الحاجات اللي تفرق الباوربوينت عن غيره. طبعا الكلام ده هيسري على قائمه فايل وبقيه التبويبات التانيه. فبيقول لي عندي مثلا سيف دي انا بستخدمها امتى؟ لما ابقى عندي اصلا فايل وابتدي اعمل عليه اي موديفيكيشن، يعني اعمل عليه اي تعديل، اضيف حاجه او اشيل حاجه، ده كده حصل تعديل على الملف، اروح دايسه ايه سيف. يبقى سيف ده لما انا اعمل ادنج او موديفيكيشن. طب سيف از كل وظيفتها في الحياه انها تحفظ لي الملف في مكان معين، ولكن الغرض هنا مش ان انا بعمل تعديل عشان يحفظه لي. لو انا في تعديل فقط عايزه اعمله على الملف واحفظه يبقى استخدم سيف. طب لا، لو انا عايزه انقل الملف بتاعي او اسيبه في مكان اخر بستخدم سيف از. يبقى سيف از without adding any modification، مش محتاجه هنا اضيف اي modification. طب open اللي هو عايزه افتح الملف. في فرق ما بين open ونيو. نيو لما بدوس عليها افتح ملف باوربوينت جديد خالص، انا اللي ابتدي انشئه من البدايه. لكن open دي بستخدمها امتى؟ لما يكون فعلا في ملف باوربوينت انا كنت شغاله عليه مسبقا وعايزه افتحه. يبقى اذا اوبن دي هي الهدف منها ان انا افتح ملف باوربوينت سابق تم الشغل عليه مسبقا، عشان دي بتيجي في الاسئله. طب ممكن اختار اوبن من قائمه فايل، وممكن برضو من الكيبورد ادوس كنترول زائد او على طول هيفتح لي قائمه اوبن. كل قائمه فيها كل ملفات الباوربوينت اللي انا فتحتها قبل كده او اشتغلت عليها قبل كده. عندي رقم 4 انفورميشن، وانفورميشن دي مهمه جدا هنشوفها دلوقتي مع بعض عملي. انفورميشن دي بتبقى اول ما بدوس عليها بتظهر لي معلومات الملف، من حيث طبعا عدد الصفح وعدد الكلمات واي معلومه انا عايزه اعرفها عن الملف. يبقى فايل بروبرتيز خصائص الملف. بس كده لا، دي كمان من خلالها اقدر اعمل حاجه اسمها فايل بروتكشن، يعني حمايه الملف، اعمل له باسورد عشان اقدر احميه من اي شخص يقدر يدخل عليه ويعدل فيه. عندي رقم 5 اللي هو البرنت. طبعا البرنت ده معروفة اللي هو الطباعة، ولكن هنا لازم اخلي بالي من معلومة مهمة، ان انا ينفع اطبع الباوربوينت عندي
بايه؟ يا اما بالجري سكيل تدريج الرمادي، او كلر ملون، او بلاك اند وايت يعني ابيض وايه واسود. يعني مهمه وبتيجي في الاسئله لازم نركز فيه. طب بيقول لي دلوقتي انا لما اجي اعمل سيف از، لما اجي احفظ الملف بتظهر لي قائمه وهنشوفها دلوقتي مع بعض عملي. بيبقى في حاجه اسمها نوع الملف. انا عايزه احفظ الملف بتاعي بنوع ايه او على صيغه ايه. هي دي الصيغ اللي انا اقدر احفظ بيها ملف الباوربوينت. تمام. اول صيغه عندي اللي هي BOTX. BOTX على طول اول ما اشوفها على طول تيجي في بالي ايه؟ كلمه تمبلت. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي شغاله على باوربوينت، شغاله اعمل له لاي اوت يعني تصميم، واظبط في الكالرز بتاعته، في الالوان والفونت والخطوط والافكت التاثيرات وحتى الباك جراوند ستايل اللي هو الخلفيه، وابتدي احط له كونتنت عشان اكون برزنتيشن او قالب للبرزنتيشن. فاذا لما اجي احفظ الملف اللي انا شغاله عليه بالامتداد ده، يبقى انا عملته كتمبلت. التمبلت ده اقدر استخدمه في اي ملف برزنتيشن تاني. يعني عامله زي اكنها الانماط الجاهزه، التمبلتس الجاهزه. مش احنا اول ما نفتح برنامج الباوربوينت بنلاقي تمبلتس جاهزه، ممكن اختار اي واحده فيهم؟ ينفع. فاذا انا لو انا بقى عايزه انشئ تمبلتس بنفسي، يبقى اعمل اللي انا عايزاه، احط كل التعديلات وكل الكلرز والفونتس اللي انا عايزاها، وبعد كده احفظه بالتنسيق او بصيغه امتداد ايه؟ BOTX. تمام. بعد كده عندي BBTX. BBTX ده اختصار باوربوينت برزنتيشن. وفي عندي BBT. طب ايه الفرق ما بين الاتنين؟ اللي فيها اكس دي خاصه باحدث تنسيق، واللي ما فيهاش اكس يبقى الاصدار السابق. طب BBT هو ايه؟ هو save the presentation in the latest presentation format. يعني انا بحفظ العرض التقديمي بتاعي باحدث تنسيق. اما BBT هو save the presentation to a previous version to of الباوربوينت. بحفظ العرض التقديمي بتاعي بس في ايه؟ في اصدار سابق. طب لو حفظت العرض التقديمي بامتداد BBSX، يبقى اذا هنا الفرق ما بين دي واللي فوقيها، هنا فوق حرف التي وتحت حرف الاس. هو تقريبا نفس التعريف. فرق ايه؟ فرق ان اللي فيها حرف تي يبقى باوربوينت برزنتيشن، لكن اللي فيها اس دي شو، بحفظ العرض التقديمي للعرض فقط. يبقى فوق بحفظ العرض التقديمي كملف، اقدر اعدل عليه زي ما انا عايزه واعرضه زي ما انا عايزه. لكن تحت BBSX عرض تقديمي بس للعرض فقط، ما اقدرش اعدل عليه ولا اعمل اي فيه موديفيكيشن خالص. يبقى to save the presentation for PowerPoint show، يبقى كلمة اس اربطها بكلمة شو. تمام. طب هنا في BBS مفيش ما حطيش اكس، يبقى احنا خلاص اتعلمنا ان اللي فيها اكس دي خاصة بالاحدث تقديم او احدث تنسيق. اما الاس اللي ما فيهاش اكس دي بتكون خاصة بالاصدار السابق. يبقى to save the presentation to a previous version for PowerPoint show. يبقى نخلي بالنا يا جماعة من الجزئية دي عشان بتتكرر في الامتحانات. تي يبقى PowerPoint presentation، اس يبقى شو. اللي فيها اكس احدث تنسيق، اللي ما فيهاش اكس يبقى اصدار سابق. طب PDF كلنا طبعا عارفينه، ده غني عن التعريف، اللي انا بجمد الملف بتاعي وبالتالي ما اقدرش اعمل عليه اي تعديل خالص. يبقى هو عباره عن formatting and layout freeze when saving presentation. بجمد كل من الفورمات واللاي اوت، ما اقدرش اعمل عليه اي تعديل. طب في ممكن برضو احفظ الباوربوينت بامتداد MP4 او WMV. ده لو انا عايزه احفظ العرض التقديمي كملف فيديو، يبقى you can save the presentation as a video file. اخر حاجه ممكن احفظ العرض التقديمي كJPG اللي هو JPEG. يبقى JPG هي الJPEG. تمام. اللي هو save the presentation file as image، بحفظه كصوره. طب بيقول لي خلي بالي ان انا عندي كذا طريقه لحفظ الصوره. لو انا عايزه احفظ العرض التقديمي كصوره، ممكن احفظه بصيغه الJPG، او ممكن احفظه بصيغه الPNG او الGIF. ولكن اكتر امتداد بحفظ الباوربوينت كصوره هو الJPG. يبقى JPG بيليه الPNG والGIF. بس الGIF فيه حاجه، اللي بيقول لي هو عباره عن an animated image appears online. طبعا الGIF كلنا برضو عارفينها، دي اللي بتبقى عندنا على الواتساب، هي عباره عن صوره متحركه، ولكن هي بتحتاج لايه؟ لوجود اونلاين، يعني محتاجه نت. تمام. قبل ما ادخل على الاسئله اللي جت على الجزء ده، عايزه اطبق معاكم جزء عملي على اللي احنا لسه قايلينه. دلوقتي لو انا فتحت قائمه فايل هلاقي سيف وسيف از واوبن، دول ما فيهمش اي مشكله. انفورميشن لما بيجي اقف عليها هلاقي هو اقصى اليمين
كل معلومات الملف، البروبرتيز من حيث السايز وعدد السلايدز والهيدن سلايد، حتى الشرايح المخفيه عددها والتايتل وكل معلومه انا عايزاها خاصه بالملف. تمام. طب دي اول جزء خاصه بانفورميشن، واحنا قلنا انفورميشن مش بس بروبرتيز، لا من خلالها اقدر اعمل بروتكشن للملف بتاعي. من خلال هنا بروتكت برزنتيشن بقدر ادوس عليها واختار انكريبت ويز باسورد، بدوس عليها وابتدي احط الباسورد اللي انا عايزاه عشان احفظ الملف وامنع اي بيرسون يدخل ان هو يعدل على الملف. طب دي بالنسبه للانفورميشن. تمام. في عندي برضو اوبشنز دي برضو فيها حاجه مهمه، لما اجي افتحها في عندي حاجه اسمها لانجويج هنا من خلالها اقدر اغير اللغه، خليها عربي، انجليزي، انديان، يعني اغير اللغه زي ما انا عايزه، عشان دي بتيجي في الاسئله. يبقى انا بقدر اغير اللغه بتاعه الملف من ايه؟ من قائمه فايل، عشان بيقول لي هتغيريها من اماكن تانية، لا يبقى احنا عارفين ان بغير اللغه ازاي من قائمه فايل. تمام. ده بالنسبه للجزء العملي الخاص بقائمه فايل. ناخد بقى مع بعض الاسئله. يقول لي السؤال اللي عليه الدور اللي هو سؤال رقم 5 معانا في الفيديو النهارده. One of printing colors available to print the presentation file is to print in blue only. يعني هل اللي انا اقدر اطبع البرزنتيشن بتاعتي بلون الازرق فقط؟ طبعا الاجابه غلط. احنا قلنا ينفع اطبعه بالجراي سكيل او بالكلر يعني ملون اي لون بقى، او بلاك اند ايه اند وايت. فالاجابه طبعا هتكون فولس، غلط. بيقول لي to open previously saved presentation file we press the K control زائد O. طبعا احنا قلنا open جاي من اسمها O يبقى open. تمام. يبقى ينفع ادوس كده من الكيبورد واعمل فتح لملف باوربوينت. اجابه هتكون true. السؤال اللي بعديه to save presentation in the latest format choose. خلي بالي هنا مبدئيا هو قال لي presentation، تمام، ما قاليش شو، يبقى انا شغاله على PPT. طب latest format يعني احدث تنسيق، طالما احدث يبقى جنبها ايه؟ x، يبقى PPTX. How can you save layouts, colors, fonts, effects, background style and content for others to use with their presentations؟ يعني انا اقدر احفظ الملف والملف بتاعي بكل التنسيقات اللي انا ضفتها فيه، ده لو انا عايزه ايه؟ احتفظ بيه كتمبلت، يبقى export the file as a template. اللي هي برضه ممكن تيجي لي في السؤال على شكل ايه؟ POTX اللي هو الامتداد اللي هو اسمه POTX. احنا قلنا POTX اول ما اشوفها على طول اربطها بكلمه تمبلت، يعني بحفظ الملف اللي انا شغاله عليه كقالب. القالب ده اقدر استخدمه واعمل فيه تعديل لاي ملف ايه باوربوينت اخر عايزه انشئه. يقول لي السؤال اللي بعد كده when you save a presentation to a POTX اهو لسه قايله عليه what kind of PowerPoint file is generated؟ الملف اللي هينتج من بعد ما احفظه على الصيغه دي هيكون ملف ايه؟ تمبلت. تمام. The language of the program interface can be changed by tapping the transitions. اهو هنا بيقول لي ان انا اقدر اغير اللغه بتاعه البروجرام اللي انا شغاله عليه من ايه؟ من ترانزيشنز، من تبويبه او من تابه ترانزيشن. لا احنا قلنا من قائمه فايل، فالاجابه هتكون فولس. The presentation file can be saved as a video file. طبعا الاجابه صحيحه. احنا قلنا ينفع احفظه بامتداد MP4 او WMV عشان احفظه كفيديو. الاجابه هتكون true. سؤال رقم 12 The presentation can be printed in grayscale. اجابه طبعا صحيحه true. You can save the PowerPoint file on OneDrive to access it from any device and from anywhere. طبعا إجابة صحيحة. لو احنا عارفين أصلا OneDrive كلنا بنستخدمه، دي عبارة عن منطقة تخزين سحابية، يعني مش متبقاش ليها علاقة بالستورج بتاع الجهاز اللي أنا بستخدمه أيا كان الجهاز. تمام. طب دي بتبقى ليها علاقة طبعا بالتخزين بس على الإنترنت، وبتدينا مساحه اضافيه ان انا اعمل سيف لاي فايل انا عايزاه، وبالتالي انا لو سيفت الباوربوينت على الاون درايف اقدر احصل عليه من اي جهاز ومن اي مكان. مجرد ما انا ادخل الايميل بتاعي اقدر اجيب الملف اللي انا عايزاه. الاجابه هتكون true. formatting and layout freeze when saving presentation as a. اول ما اشوف كلمه freeze تجميد يبقى على طول بختار ايه؟ PDF. to save the presentation for PowerPoint show we choose. اهو يا جماعه قلنا show، طالما show يبقى انا شغاله على PBS. طب نيجي بقى نشوف هنا لو قال لي latest او قال لي ايه
الاصدار السابق. طب هو هنا ما قاليش اصدار سابق، يبقى اذا هو قصده على ايه؟ قصده على اخر تحديث. طالما ما قاليش اصدار سابق بريفيوس، طالما كلمه بريفيوس مش موجوده، يبقى على طول انا شغاله على ايه؟ على احدث تنسيق. يبقى بي اس اكس، احدث تنسيق اللي هي اكس. to save the presentation to a previous version of PowerPoint show we choose to save with the extension. اهو عندي show يبقى بي اس. previous version، قال لي كلمة previous يبقى ايه؟ اصدار سابق. طالما قال لي اصدار سابق يبقى ما احطش فيها ايه؟ اكس، يبقى بي اس فقط. اظن الجزئية دي احنا عدناها كذا مرة ومفهومة، حاولوا تركزوا فيها لان اهو زي ما انتم شايفين بتتكرر كتير في الاسئلة. سؤال رقم 17. One of the most common types of picture formats used in online presentation is GIF. طبعا هي واحدة من التايبز بتاعة البيكتشر فورمات، هي واحدة منهم. احنا قلنا عندنا 3 اللي هو جي بي جي او جي بي اي جي، دي او دي اول حاجة. الحاجة التانية بي ان جي، وعندي اخر حاجة الجي اي اف. هم 3. فلما يقول لي هي واحدة من البيكتشر فورماتس فالاجابة هتكون true. خلي بالي بيقول لي هي واحده من ولا هي اشهر واحده، وزي ما هتجيلي في السؤال اللي بعديه اهو يقول لي the most common type of picture formats used in online presentation is in الجي اي اف. طبعا الاجابه غلط، احنا قلنا اشهر واحده هي الجي بي جي مش الجي اي اف. الاجابه هتكون false. هنا بيأكد لي على المعلومه، بيقول لي to save the file in image format we choose format option اللي هو جي بي جي او الجي بي اي جي فايل. دي بتكون ذا موست كومن. ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك للقناه عشان نقدر نقدم لكم كل جديد، ويا ريت الناس اللي هي دخلت الامتحان وواجهتها اي اسئله جديده تفيدنا بيها عشان نقدر نضيفها في التعديلات ونفيد بيها بقيه زمايلنا. تمام، دلوقتي احنا هنتكلم عن اول تبويبه معايا في الباوربوينت اللي هي اسمها تبويبه هوم. زي متفقين ان التبويبه دي هي عباره عن هي تابه بدوس عليها بتظهر لي مجموعه من الايه؟ من القوائم. دي اسمها قايمه ودي قايمه ودي قايمه، كل قايمه جواها ايه؟ اوامر. يبقى اذا التابه هي الكبيره، هي الاشمل، اول ما بدوس عليها بتفتح لي مجموعه من القوائم. زي ما احنا شايفين كل قايمه فيها اوامر مختلفه عن القايمه اللي جنبها. دلوقتي انا عندي في قايمه هوم، اصلا قايمه هوم دي بتبقى اساسيه في كل برامج الويندوز. الحاجات اللي هي يعني شائعه ما بين برامج الويندوز وما بين بعضها خلاص انا مش هبتدي اعيدها لان هي خلاص مسلم بيها معروفه. وليكن مثلا زي الفونت خط، بيبتدي بعد كده ايه؟ اختار من هنا نوع الخط، اختار السايز بتاعه، الحجم. طبعا عايزه اكبر، عايزه اصغر، عايزه اخليه بولد يعني تقيل، ايتاليك مايل، يو اللي تحتها خط يبقى اذا هحط تحت الكلمه اللي هكتبها خط، وهكذا. او اغير حتى في لون الخط. والجزء بتاع الباراجراف ليه علاقه بمحاذاه القطعه او النص اللي انا هكتبه، عايزه اخليه يمين شمال في المنتصف، اظبط الابعاد بتاعته. تمام، يبقى انا ببتدي دلوقتي في الباوربوينت هركز على الحاجات الخاصه بالايه؟ بالباوربوينت، او تفرق الباوربوينت عن اي برنامج تاني، اللي هي السلايدز ودروينج. مش بس انا بركز على الحاجات دي عشان هي بتفرق عن برنامج الباوربوينت عن التاني، لا ده انا كمان بركز عليها لان هي دي موضع اسئله الامتحان. مش عايزين دلوقتي نشغل بالنا بحاجات هي بالفعل مش هتيجي، لان هم مش بيكرروا الاسئله اللي بتيجي مثلا في الوورد يكرروها في الباوربوينت، لا هم يشوفوا الباوربوينت متميز في ايه ويجيبوا اسئله عليه. انا دلوقتي هتكلم عن قائمه سلايدز اللي هي موجوده في تبويبه هوم. سلايدز دي اهم حاجه موجوده فيها هي حاجه اسمها سلايد لي اوت، يعني الايقونه دي اول ما اقف عليها وهنشوفها عملي مع بعض دلوقتي بيدينا سلايد لي اوت. طب بعد كده عندي لو وقفت على الايقونه اللي تحت دي هيبقى عندي حاجه اسمها سلايد سيكشنز، يعني انا ممكن اعمل مقطع الايه للشرايح بتاعتي. تمام، طب ده بالنسبه للجزئيه دي. يبقى السلايدز دي خاصه بالايه؟ بالسلايدز، بقدر اضيف بيها شريحه بالشكل اللي انا عايزاه، وهنشوف دلوقتي الاشكال المتاحه. بعد كده عندي قائمه اسمها دروينج. من قائمه دروينج بقدر اعمل اضافه لشيب يعني شكل. الشكل طبعا ده بيبقى في اشكال منها ثلاثيه الابعاد، واول ما اختار الشكل بيبتدي يظهر لي الاجزاء الثلاثه دول. دي اصلا بتكون مظللين باللون الرمادي مش متفعلين، اول ما اضيف الشكل على طول يتفعلوا، ومن خلالهم اقدر اغير فيه الاوت لاين بتاع الشكل يعني الحدود بتاعته واللون بتاعه. تمام، يبقى اذا انا هركز على سلايدز ودروينج. في هنا معلومه مهمه جدا بتقول لي there are 5 ways to insert a new slide. في عندي 5 طرق عشان اعمل insert يعني اضافه سلايد جديده. من ضمن الطرق دي احنا زي ما احنا قلنا عندي تبويبه هوم
من قائمة سلايد ممكن ادوس على نيو سلايد هيبتدي يحط لي شريحة، ولكن اول ما ادوس عليها هيحط لي شريحة الديزاين بتاعها انا مش متحكمة فيه. ولكن انا لو عايزة اتحكم في اللاي اوت او الديزاين بتاع السلايد اللي انا عايزة اضيفها، يبقى من خلال سلايد لاي اوت ببتدي ادوس عليها واختار الشكل اللي انا عايزاه يبقى عليه الشريحة. ودلوقتي هنشوف كل الاشكال المتاحة والفرق بين كل واحد والتاني. دي طريقة. في طريقة تانية برضو من كيبورد كنترول زائد ام، بدوس عليه يعمل لي اضافة لايه لنيو سلايد. دلوقتي بقى هنشوف ايه هي بقى السلايد لاي اوتس المتاحة، يعني التصميمات بتاعة الشرايح اللي انا ممكن اضيفها. عندي اول حاجة اسمها تايتل سلايد. تايتل سلايد لما بختارها بيدينا السلايد على الشكل ده. فيها ايه؟ فيها مكانين، مكان للتايتل ومكان للسب تايتل، يعني العنوان والعنوان الفرعي. يبقى الشكل ده يقول لي this layout contains the main title and sub ايه title. طب التايتل اند الكونتنت من اسمها عنوان ومحتوى، فاذا بيدينا مكانين، مكان للعنوان التايتل ومكان للمحتوى. المحتوى طبعا ده انا ممكن ادرك فيه اي حاجه انا عايزاها، سواء كان تكست او شارت، يعني مخطط، تيبل، جدول، ايمج، صوره، اند سمارت ارت واشكال ذكيه. طب رقم 3 يقول لي سيكشن هيدر. سيكشن هيدر دي خاصه بالايه بالسكشن. يبقى خلي بالي من كلمه تايتل وسكشن. يبقى تايتل طالما قال لي تايتل سلايد يبقى انا شغاله على تايتل وسب تايتل. اما لو قال لي سكشن يبقى انا شغاله على سكشن وسب سكشن، العنوان بتاع المقطع والمقطع الفرعي. تمام. تو كونتنت من اسمها عندي مكانين للمحتوى، ولكن المكانين للمحتوى في مكان ثالث معاهم اللي هو خاص بالايه بالتايتل بتاع الشريحه. layout contains the slide title and to content area، يعني مكانين عشان احط فيهم الايه المحتوى من اسمها to content. طب الكومباريزون مقارنه. انا لما اجي اعمل مقارنه بعمل ايه؟ بحط عنوان للمقارنه بتاعي، وليكن مثلا السؤال او اللي انا هقارن بين كذا وكذا. ببتدي بعد كده اعمل ايه؟ احط الحاجه اللي انا هقارن بيها كاسم او عنوان، وابتدي احط بقى الايه محتوى المقارنه. فهو بقى دي بتكون مكونه من 5 اجزاء. الجزء الاولاني اللي هو عباره عن ايه؟ السلايد تايتل، عنوان الشريحه. بعد كده عندي تو كونتنت بليس معاهم ايه؟ تو تكست بليس هولدر فور الكومباريزون، يعني مكانين قصدي احط فيهم التكست او العنوان اللي انا هبتدي اقارن من خلاله، وبعدين احط ايه الكونتنت اللي انا هضيفه. عندي مكانين للكونتنت ومكانين للتكست وعنوان للشريحه. بعد كده تايتل اونلي اللي هو شريحه فيها فقط عنوان، يبقى this layout contains the title only. واخر حاجه empty او ممكن اسميها بلانك. وخلي بالي من مصطلح بلانك لانه بيجي في الاسئله. الشريحه البلانك دي شريحه فارغه تماما ما فيهاش اي حاجه، ولا مكان للعنوان ولا للتكست ولا لاي حاجه. انا ببنيها زي ما انا عايزاها وبصممها زي ما انا عايزه. يبقى this layout is empty يعني فارغه and contains nothing something، لا تحتوي على شيء انا اللي بصممها بالطريقه اللي انا عايزاها. في الامتحان وزي ما نشوف دلوقتي بيقول لي طب انا لو عايزه اضيف شريحه بلانك، يبقى اذا الشريحه البلانك دي بتحتوي على تايتل وسب تايتل. طبعا الاجابه غلط، البلانك دي بتكون امبتي يعني ايه؟ يعني فارغه. طب بيقول لي سلايد سيكشنز. سلايد سيكشنز زي ما تطرقنا ليها في اول قائمه هوم، هي عباره عن اضافه مقاطع للبرزنتيشن. يبقى هي عباره عن organize السلايد into section، برتب السلايدز بتاعتي لمقاطع. يبقى when splitting slides into section لما اجي ابتدي اقسمها لمقاطع we can collapse يعني اجمعها، expand اوسع، rename اغير في الاسم، or remove السكشن او اغير الايه السكشن. الجزء ده مش هيوضح معانا غير في العملي، هنوضحه دلوقتي. احنا قلنا هنتطرق لقائمة سلايد، هنلاقي فيها الجزء ده. شوف اول ما وقفت عليه ظهر سلايد لاي اوت، والجزء اللي تحت اللي هو السكشن. طب سلايد لاي اوت اول ما بدوس عليها يبتدي هنا يظهر لي كل الاوبشنز المتاحه للسلايدز اللي انا عايزه اضيفها، سواء تايتل سلايد او تايتل اند كونتنت، وعرفنا كل واحده والهدف بتاعها ايه. وطبعا البلانك اللي هي الايه الفارغه. تمام. طب دلوقتي بالنسبه للسكشن، انا دلوقتي الهدف من السكشن اللي انا افصل وليكن مثلا الباوربوينت برزنتيشن بتاعتي فيها 60 شريحه، عايزه افصل ما بين اول 30 وال30 التانيين. هعمل هقف ما بين الشريحه دي ودي، ادوس على سيكشن وادوس اد سيكشن.
طب السكشن اللي انا ضفته ده ينفع اعمل له رينيم، ادوس عليه كليك يمين وادوس رينيم سكشن واغير الاسم زي ما انا عايزه، وليكن مثلا هكتب الجزء الثاني. فاذا هو هنا فصل لي الايه البرزنتيشن بتاعتي لتو سيكشن، يعني الجزئين اكني عامله دمج لايه لاتنين برزنتيشن. طب السيكشن ده انا ينفع احذفه، وينفع كمان احذفه هو الشرايح اللي بعديه على حسب. لو دوست ريموف سيكشن بس هيحذف الايه السيكشن اللي انا لسه عاملاه. طب ريموف سيكشن اند سلايدز هيبتدي يمسحه هو الايه والسلايدز اللي بعدها. فانا مش عايزه كده، انا عايزاه بس ريموف السيكشن. تمام. طب دلوقتي انا خلصت الجزء بتاع قائمه سلايد. بالنسبه لقائمه دروينج، انا دلوقتي لو ضفت شيب وليكن الشيب ده اهو. طبعا انا عايزه بس افكركم قبل ما اضيف الشيب، الجزء ده بيبقى باللون الرمادي يعني غير مفعل، اول ما ادوس عليه مش بيديني اي اكشن خالص. طب بيتفعل امتى؟ لما اضيف الشيب، لان الحاجات دي خاصه بالشكل. طب اول ما ضفته راح دول ايه ظهروا. طب طالما ظهروا يبقى انا اقدر من خلالهم اقدر اعمل ايه تعديل على الشكل اللي انا لسه ضايفاه. يعني الجزء الاولاني لما اقف عليه اسمه شيب فيل. شيب فيل يعني ليه علاقه بالملء بتاع الشكل ده ممكن املاه باي لون انا عايزاه، وليكن اللون ده. تمام. طب الحاجه اللي تحتيه اسمها شيب اوتلاين، يعني حدود الشكل. الحد بتاع الشكل ده ممكن اخليه اتحكم في السمك بتاعه اهو، ممكن اخليه سميك جدا، ممكن اخليه رفيع. طب ممكن اتحكم في اللون بتاعه، ممكن اعمل نو اوت لاين يعني اشيل خالص الحد. يبقى اذا انا بتحكم في حدود الشكل منين؟ من تبويبة هوم قائمة دروينج. تمام، عشان دي بتيجي في الاسئله. وطبعا اخر واحده اللي هي الايه الشيب افكت، لو انا عايزه اعمل افكت تاثير على الشيب، اخلي لي شادو، اخلي لي جلو، ايا كان ايه الافكت. تمام. هما دول الجزئين اللي هم يفرقوا البرزنتيشن عن اي برنامج تاني، ودول موضع اسئله. نرجع بقى للاسئله بتاعتنا. سؤال رقم 19 معانا يقول لي this layout contains the main title and subtitle. ايه هنا اللي اوت اللي بيحتوي على عنوان وعنوان فرعي؟ هو الايه التايتل سلايد. يقول لي سؤال رقم 20 when splitting slides into sections، لما اجي اقسم الشرايح لمقاطع we can collapse expand rename or remove sections. طبعا الاجابه صحيحه لسه قايلينها true. سؤال رقم 21 there is only one way to insert a new blank slide for your presentation، يعني في طريقة واحدة عشان أقدر أعمل إدراج لشريحة فارغة. الإجابة طبعا غلط. إحنا قلنا عشان أعمل إدراج لشريحة في الملف باوربوينت في عندي 5 طرق، من ضمنهم من قائمة هوم دي أول طريقة، وفي طريقة تانية من الكيبورد كنترول زائد M. سؤال رقم 22 when you create a new blank presentation the title slide layout name begins with one slide. طب احنا قلنا blank مبقاش فيها title، بتبقى empty يعني فارغة. الإجابة هتكون false غلط. سؤال رقم 23 the shape outline on the home tab in a group. طبعا الشيب اوتلاين موجوده في دروينج جروب، وقلتها لكم اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن حدود الشكل. لما اجي اعمل ادراج لشكل بقدر اغير في الحدود بتاعتي من قائمه ايه؟ من قائمه دروينج في تابه هوم. بكده نكون خلصنا الجزء الاولاني لشرح الباوربوينت تحول رقمي انجليزي. ما تنسوش تدعمونا بشير ولايك للقناه عشان نقدم لكم كل جديد. ولو في اي استفسار اكتبوا لنا في الكومنتات وان شاء الله نرد عليكم، وبالتوفيق للجميع.